نايم راح علينا النوم. مساء الخير على الجميع وطاب يومكم بكل خير. أنا أطالب المشاريع الجديدة إنه كل عمارة لازم يكون فيها مغسلة سيارات، والله العظيم 3 ليات تنحط في كل عمارة جديدة، وينأخذ من المستأجر مبلغ رمزي، فاهمين، ويجيبوا واحد يغسل سيارات خلاص. نانو بعد فترة اللمعة بتخف كل أمانة. مرة لا تقولوا لي غسيل الحارس، أعرف أنا غسيل الحارس عند عمارة وواحد حق غسيل سيارات، لأنه بكل أمانة الواحد لما يسافر يجلس أسبوع أسبوعين 3 4 السيارة تتغبر، والغبرة إذا أنت كنت حاط عليها خرقة يا جماعة، الخرقة هذه مخليها دولية، هي اللي مسحبها الكبوت، هي اللي مسحبها الكفر، هي اللي مخطبها. اسمع ايش يقول عبد المجيد يا وحش. انا اضحك لكن ضحكتي تبكي. انا ساكت لكن بعد الشاور مسحبها شعره، والله دولية، فتجرح البودي تجريح مو طبيعي والله العظيم. تحطمني وتذوبني وتخط اسمي. يا بوبي هاي جايز بوبي. يقول عبد المجيد كلام كبير. انا اضحك نظرتي تحكي انا مفارق حبيب. انا واقف لكن لو تمر نسمة توديني وتجيني. انا مليان ما ودي على يبان. انا واقف لكن لو تمر نسمة تحطمني وتذوبني يا قلبي. ضحكتي تبكي الله. انا ساكت بوبي صح يا وحش. انا فارق حبيب. يعطيكم العافية الفخمين، نصيحة لوجه الله، يا تقبلها من الكحل يا ترفضها. طبعا كلنا عندنا قرارات جدا كثير عن الجميع عشان تمشي أمورك وتعيش في حياتك مرتاح، لكن لما تصدر قرار وبعدين ترجع فيه وتعطي قرار وبعدين ترجع فيه، ونحب نستشير كثير، لكن لا تكثر في الاستشارات، ودائما خلي عندك شخصية قوية وخلي عندك ثقة في نفسك، غض النظر عن ترجع فيه بسبب انه غيرك يبلفك بكلامه، غيرك يقول لك كلامه، غيرك يلعب في راسك. هذا غلط، هذا معناتك انت انسان مهزوز فيك علة. روح راجع نفسك وحساباتك وتعالج. فلازم تكون انت عندك شخصية قوية، عندك قرارات خاصة بك. زي مثلا انت راح تبى تشتري سيارة عجبتك ونفسك فيها، فلان تاخذ الاستشارة، لا تاخذها من اي يمين. يا يكون عندك واحد قدوة لك، الجأ لابوك، الجأ لاخوك الكبير، الجأ لاختك، لامك، الناس اللي تحلك لا والله ما يحب، قال لك صيانته فلان، تبدا تنهز وتبطل. ليش تبطل؟ في الاخير انت اللي بتملك الشيء ده وانت اللي بتدفع، انت بتشتري. يمكن غيرك قال حسد، يمكن بك وتعزك ودائما انت بتشوفك في اعلى المراتب وفي احسن حاجه، هم اللي يقولوا لك الشيء من قلبك. ارجع اخيرا ما يبقى تمتلك شيء، ما يبقى تسوي شيء، فلا تكون مهزوز دائما. خلك رجال وصنديد، وخلي عندك ثقة في نفسك، ولا تخلي كلام الناس هو اللي ارجع لزوجتك، لان هي شريكة حياتك واكيد بتخاف عليك. الاصحاب كثير، في بعضهم يقولها من حسد، يقولها من طبعك ولا هو اصلك، بس هي تباك كذا. فعيش حياتك وخلهم يفكروا بالطريقة اللي تعجبهم. هاي جايز يهزك ويغير ما فيك. حنا بننظلم كثير في امور كثيره يكون انت بعيد عنها، ولكن الناس شافت انك انت تسوي كذا، وهذا مو انت ولا هو، وخله هو يتواهم ويفكر ويتخيل بالطريقه اللي تعجبه. في الاخير انت عندك ثقه في الله وثقه في نفسك، الله شايف كل حاجه. اخر نقطة حاب اقول لك قبل لا اخش اتمرن، لا تحاول تبرر كثير في حياتك، لا تحاول تبرر لكل شخص، خلي عندك ثقة في نفسك، فكثر التبرير هذا ضعف منك، فلا تكون ضعيف قدام اي احد. لا تبرر الا في الشيء الضروري واللي يستاهل. عندي اجيال جدد، فحاب انا بس اوجه لهم كلمتين. خلينا اروح اتمرن. وضعيف النفس لا تسمعني في كل حاجة، هذه أكبر غلط. فنصيحة مني وأنا أخوك، ترى قديم في الحياة ومدقدق وماشي، ترى أخذناها بالروس، فعشان راح ترتبك. يعطيك العافية.
هاي جايز. كابتن يونس يا بعد قلبي، الله يعطيك العافيه ان شاء الله. كيف الامور؟ شايفك متحسن، امورك طيبه؟ اكيد بعد دعمك حبيبي. لا لا لا، قلت لك انا راح ادعمك، تكتب في التيشيرت كحلي في قلوبنا مره. يا بعد قلبي. كيف التمارين؟ اعرفهم في الوقت الحالي. اي والله ما شاء الله تبارك الله، جسمه تعبان. ايه نعم. كم باقي على البطوله؟ باقي 3 اشهر و20. 3 اشهر. لا ما شاء الله، لا الفورمه واقفه. الاسبوع الجاي نتشمس سوا. ما في بس والله افضل من الناس حبيبي، ما شاء الله تبارك الله. ضخمان ها؟ امورك طيبه؟ تيشيرت زي كلمة الرجالة. الحمد لله على سلامتي. الحمد لله السلام والله. اي والله الله يسلمك. قول لي امس رحت تتشمس في نيرسس ليه ما اخذتني معاك؟ شاد جدولك مسافر. ايوه لا رجعت، امس موجود في البيت جالس ما تحركت. اكيد جاي مع بعض. ها؟ جايه في الطريق. يونس نبدا تمرين بعض في اكتيفيتي في نيرسس في حالك كحلي معانا. ايه واو. منبع الفعاليات. الاسبوع الجاي نتشمس في نيرسس وعندهم فعاليه او عندهم حاجه زي كذا. بنتات وكل شيء. حلو الكلام، تاخذني معك ها؟ ودي اتشمس واسيح واصير نوتيلا. هاي جايز. موعدنا الاسبوع الجاي ها؟ إيه بس الاسبوع ده نجتهد على بعض. ما حتقطع. الا اسبوعين والله، اسبوعين ايوه ما في تمرين. يلا مشينا. اي والله يلا خلينا نبدا التمرين. اسمع عندنا تمرين الاسبوع هذا، الاسبوع الجاي انا يمكن ايه قولني يعطيك العافيه. طفشان برقص. هذا نادي جديد. ايش يعني هذا حديد ما ترقص؟ الرقص نوع من انواع نسينا كمان. نجيب الرقص. موسيقى. ساعتين ارقص. ميوزك سلفر. ايش بجدك انت تدقدق زي كذا؟ وحشتني قسما بالله، قريب شهر ما شفتك. تمام. جايب لك حلا، جايب لك وجبات. لا كذا هات حضن. اتفادى الضربه هذه. هات حضن. بدي وجع صرت زي البقرة، ايش ذا؟ ما شاء الله تبارك الله. مرة واحد يوم في الاسبوع تصير قد كذا. قد كذا ايش مسوي انت؟ ايش قاعد تاكل؟ المهم انا جو وحشتني. بس تفضل. طيب جيب لك حلا. خلاص خدي ويسلو. كحلي دخل بالشوز. دخل. امسح الفرشة. شو الاخبار؟ شو الامور؟ طيبين. ايش جديدك؟ والله والله جديد. ها؟ يلا 3 اسابيع ما شفتك. ايش 3 اسابيع؟ والله شغالين قد كيف؟ قد جبل. هات شو طبعا غالي ايه فرشه لونها ابيض.
في احد يخش الباب بالعرض عشان انت صلاة على النبي والله. تفضل خلينا ناكل ونستمتع. بسم الله. تعال ودي اروحها من اول. حلو. فدحين راسم الخطة الجاية بعد عيد الحج على هناك. فدائما احطها قدامي عشان اتامل. اجلس في البلكونة دي تعال اسحب الطاولة. لا خلينا اثنين جالسين كده عشان نطول على المنظر ده. شوف هذا المنظر فين؟ هذا في ايطاليا. حلو. هذا فينيسيا. انا من الناس اللي للبلكونة دي ولا والله اقول لك انت حديث. ايش بك انت من جد؟ يلا ماشي. والله صوت عظمتي. سوري يلا ناكل. اوه حلا واكل زايد. يلا بسم الله. يلا